القصة ديالي بدات مع عكوسي. ملي يلاه تزوجت، صحاباتي ودارنا وعائلتي كلهم كيقولوا لي خلي الحدود مع عائلة راجلك، ما ديريش داك الهبال ديال عكوستك ترديها امك وتعاودي لي على اسرارك وتحلي معاها الورق كاملين. خلي واحد شويه ديال الحدود والتقار، ماشي حيت هي خايبه ولا انت خايبه. كانوا كيقولوا لي باش ما درتي التقار، باش ما غتفادي المشاكل، وباش ما احتكيتي بزاف مع الناس، باش ما غادي تزيدي الفرص ديال المشاكل. وانا ما كنتش كنسمع هاد الهضره، كنقول لا كيما انا بغيت نعامل عكوسي كيف ما انا باغا عرايستنا يعاملوا ماما، غادي نديرها في مقام مي، غادي ندير ليها ونفعل ليها ونترك ليها. وداك الشيء اللي درت. ملي تزوجنا انا وراجلي كان هو ديجا وجد الدار كلشي وسكننا بوحديتنا، حيت انا كنت خدامه موظفه في واحد الوظيفه زعما متوسطه محترمه عاديه، وراجلي حتى هو نفس الخدمه ديالي. تلاقينا اصلا في الخدمه، صافي سكننا بوحدنا وكل شيء. ايوا كوسي كانوا عندها 3 ديال الدراري كلهم كبر من راجلي. كان راجلي هو الصغير، ماشي هو الصغير، هو الصغير يعني عنده 30 عام. ملي تزوج بيا انا كانت انا عندي 27 وهو كانت عنده 30، يعني ما كان صغير. خوتو كاملين كانوا كبار، كاين 30 وتي غادا الفوق بلا ما نوضحوا هاد الامور. صافي كانوا جالسين مع كوسي ما خدامين ما والو، وباهم كان غير شاد الركنه ما كيدير حتى شي حاجه. كان كلهم عايشين بالتقاعد ديال باهم. وراجلي حتى هو حيت كان خدام كان مره كيخلص لهم الكرا، المهم كيصرف كيشري هادي يشري العيد الصراحه. ايوا صافي ملي تزوجت انا كانت النيه ديالي انني قلت لراجلي والديا ما محتاجينش ليا، ما كنصرف لهم ما والو، انا غادي نعاونك في خوتك وامك وداركم وداكشي. حيت كان مزير ومقهور، كان كيصرف على 3 دراري ما خدامينش وعلى مو وباه. هذاك التقاعد ما كندير حتى شي حاجه. صافي اتفقنا على هذا الشيء. واخا صحاباتي قالوا لي لا ما تصريش ما تعاونيش، من الاول غتهزي على الحمل وكذا وكذا. صافي ديك الساعه انا كنت درت راسي طيبه وظريفه ودرت داكشي من حسن النيه ودرت داكشي اللي قال لي راسي. صافي هي هذيك فوق ما كيبغي يخلص الكرا ديال مو انا كنعاونو فيه، فوق ما بغات تمشي للسبيطار كنعاونو في المصاريف، حتى بعض المرات كنحطو نص بالنص. دائما فين كنمشي للدار كندور مع خوتو، كنعطي لهذا 200 هذا 300، بعد مرات نعطي لهذا 500. واخا انا ماشي تاجره ولا عندي الفلوس ولا شي حاجه، انا غير موظفه عاديه تنخلص مشروعش عادي زعما شي مشروع يعني. صافي بقات العلاقه بحال هكا. ولكن عكوستي كنت كنحس بها ديما، ما عمري دخلت ليها لقلبها. عييت ما ندير عييت ما ندير، نديها نفصل ليها الجلالب نقاد ليها نخرج انا وياها بعض المرات في الويكاند، حيت زعما انا وراجلي كنخدموا ستريس كنا ديما الويكاند كنخرجوا. بعض المرات الويكاند كنسمح فيه كنقولوا سير انت خرج مع صحابك ولا بقى في الدار ولا دير اللي بغيتي، انا غادي نهز ماماك ونخرج انا وياها. وداك الشيء اللي كنت كندير، كنت كنهزها كنحطها حدايا وكنديها كنخرج انا وياها نمشيو نشريو ونجلسوا في القهوه ندورو نديها للبحر، بعض المرات نديها للحمام. ما كنخلي فين نديها، ما كنخلي ما ندير يعني. ديك السي ما خليت ما درت معاها، كنحاول نتقرب منها. في الحقيقه نهار ونهار حتى ديك السيده وليت عزيزه عليها، انا وليت كترغب بسميتي ياسمين 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 الله يرضي عليها بنتي، دارت ليا فعلت ليا. ما عرفتش واش يمكن كانت باغا ولدها يتزوج بشي وحده اخرى، واش ما كنتش انا معمره ليها العين، الله اعلم. ما بغاتنيش هذاك الشيء ديال الحب ما يمكنش موفي ربي اللي كيديروا، واش الانسان كيبغيك ولا كيكرهك. هي ما حملاتنيش انا ما كنلومهاش. صافي ولينا ملي كنمشيو كنجمعوا العائله ديالتهم كتقول لهم هاد البنت صدقات ليا وكدير ليا ومهر ليا في ولدي، يعني وليت كتقولها فيا زوينه. ايوا بقات الامور بحال هكا ستابل او ثابته، ودازت الشهور والسنوات حتى درت 4 سنين معاهم، 4 سنين ديال الزواج. وهذيك 4 سنين كامله ما ولدناش فيها. واخا انا كنت في السن ديال الولاده يعني خصني نولد، ولكن انا هذاك الموضوع كنت باقا مأجلاه، وحتى راجلي كان مأجلو، ما كناش باغيين نولدو. صافي واحد النهار وانا جالسه خدامه ما بيا ما عليا، وكان نهار الخميس باقا عاقله، وهذاك ولدها الكبير كان في الدار وبدا كيعيط ليا كيصوني جاوبته واخا انا في الخدمه. قلت ليه الو هشام شنو عندك؟ الكبير كان سميتو هشام، كانت عنده 33 عام يعني بريسك 40. قلت ليه شنو عندك؟ قال لي شوفي يا اختي انا محتاجك في واحد القضيه، عافاك انا مزاوق فيك ما تقول لي لا لامي لا لخويا اللي هو راجلي. قال لي ما تقوليهاش لراجلي، غادي يقول لي علاش عيطتي لمرتي، حيت هاد هشام خو راجلي الكبير بزاف المرات عيط عليا وكيقول لي عطيني الفلوس وكيقول لي مزوق فيك ما تقوليهاش خويا الصغير اللي هو راجلي
انا. صافي انا كنخبي انا الموضوع وكنقول ماشي مشكل، بلا ما جبت صداع بين الخوت، والدري انا بحال ختو جا طلبني ماشي مشكل نديبانيه. صافي قلت ليه شنو عندك شنو كاين؟ قال لي محتاجك ضروري حياه او موت. قلت لي فاش محتاجني؟ قال لي راه الوالده سخفات اللي هي ماما اللي هي عكوستي. قلت لي ملي سخفات عيط على خوك يمشي ونجيو كاملين ولا نشوفوك شنو نديرو. قال لي لا راه سخفات بسببي. قال لي راه انا تقرقبت وليت كنغوت وكنهرس ليها الماء في الدار وهرس ليها التلفازه ودقدقت الدار كامله وتفقصات عليا وهي تسخف، وما بغيتش نقولها لخوتي كاين غير انا وياها في الدار دابا وغادي يبقاو يغوتوا عليا وغيجروا عليا من الدار. قلت ليه والوالد باك فين هو؟ قال لي باك عارفه راه شاد الركنه ما كيدير والو وما يقد لا ينوض لا والو. قلت لي صافي انا جايه. صافي قطعت معاه التليفون ورجعت مشيت هضرت مع المدير قلت ليه شوف ضروري خاصني نخرج مهم مي مريضو بديت كنبكي عليه درت ليه كنازه. قال لي صافي خرجي ماشي مشكل. صافي زيت صاكي مشيت شديت الطاكسي بلا ما نقولها لراجلي ما والو حيت هو قال لي ما تقوليهاش. صافي قلت نمشي نطلل عليه نشوف شنو كاين ونبين عليه السلام. مشيت طرت بالطاكسي قلت غادي نمشي نطلل نشوف شنو كاين ونبين عليه السلام. مشيت طرت بالطاكسي حتى للدار حيت كانوا ساكنين في نفس المدينه فين ساكنين انا وراجلي في نفس البلاصه زعما. صافي حل ليا الباب طلعت للدار كنطير كنجري فين هي خالتي فين هي خالتي شنو كاين. صافي قال لي راه ولات مزيان راه مشات جارتها باش ترتاح شويه حيت فقصتها وعصبتها اختي راكي عارفه والبليه. قلت له فين هو عمي؟ قال لي راه مشى. كيفاش مشى هو ما كيتحرك كينوض ما والو خاص شكون اللي يعاونو. قال لي لا راه جا عمي داه البلاد. هو فعلا باهم مره عمو لواحد البلاد. قلت ليه يلا قلت لي في التليفون راه كاين وكذا وكذا. قال لي لا راه جا راه عرف الصداع كاين وهذا وراه جا داه. صافي انا حسيت بهذاك الشيء ماشي هو هذاك السيد كيدخل ويخرج في الهضره. قال لك سخفانه ما قاداش تنوض، قال لك هرس الماعن كاملين ما لقيت حتى شي ماعن مهرسين، كلشي مقاد كلشي شاد في بلاصتو. مولي سخفانه صدقات خارجه. قلت ليه قول لي يا هشام شنو كاين هادشي ما عجبنيش وكنت باغا نمشي في حالي هو يقول لي. في الحقيقه اختي بغيتك غير في واحد القضيه، انا راني مقطوع وما عنديش باش نشري اليا ديالي لانه هو كان كيتعاطر واحد المخدر خايب شويه. قال لي خاصني واحد 400 درهم وما عنديش منين نجيبها وانتي بوحدك اللي بقيتي ليا وانا عارف راسي عيقت عليك وكنت قلتها لك كنتيش غادي تجي ودابا انا غادي نتسطى غادي نحماق ونقدر نفني حياتي ولا ننتحر ولا ندير شي حاجه عافاك عتقيني. وبدا كيكب عليا في الدموع. انا طلع ليا الدم كيفاش انت جايبني من الخدمه طالبه السيد ومشوها راسي وما عمري ما خرجت من الخدمه بلا قانون وفي الاخر غير كيكذب عليهم الف عليا هادشي كامل وصدق الداخله عنده انا للدار وهو راجل وحنا بوحدنا والراس في الراس. وفي الاخر باش يقول لي 400 درهم على ود البليه طلع لي الدم بزاف وليت كنتعصب عليه وكنقول ليه لا وحشومه عليك وترجل شويه وخوك صغر منك وهو مزوج وخدام ودير دارو واش انت ما عندك نفس اللي باقي كطلب من العيالات. انا راه عييت ما نخبي شي نهار غنقولها لخوك وغنشوهك معاك ويجروا عليك من الدار. عيقتي عليا خويا اش بيني وبينك سير قولها لخوك. صافي وخرج شي حوايج صعاب شي حوايج كان خاصني نخرجهم ولكن في نفس الوقت ما كانش خاصني نخرجهم ما عرفتش حشمت وهو عيق عليا بزاف. كل نهار طليب وما تقوليش لخويا ما تقوليش لراجلك بزاف. صافي فين وصلت معاه لهاد الهضره وتليفوني كيصوني كيعيط راجلي كيصوني قلت ليه اسكت غادي نجاوب وانا نجاوب ويقول لي يا راجلي فينك. تصدمت قلت له انا في الخدمه فين غنكون؟ قال لي ايوا صافي غير سولت فيك وصافي صافا هانيه كلشي هو هذا. قلت له صافي الحمد لله كلشي هو هذاك. صافي انا قطع شويه وانا كنسمع الدقان في الباب. حلينا الباب وانا نلقاها عكوستي اللي هي امه. والله يا ربي الله على موقف. صافي جات قالت لي لاباس على جيتي يا بنتي شنو كاين شنو ما كاينش. وانا ديك الساعه خايفه على شرفي وعراضي يعني انا بوحدي مع الراجل في الدار مع خو راجلي. قلت لها خالتي شوفي جيك من الاخر ولدك كل مره كيقول لي الفلوس وكيقول لي ما تقولي حتى شي حد ودابا عيط عليا مال الخدمه وقال لي راكي سخفانه باش نجي وملي جيت قال لي خاصو 400 درهم. بقى هو لا الوالده والله انا ما قلت لها شي حاجه الوالده انا ما قلت لهاش هي اللي جات كتقلب عليا وهي اصلا كتحوم عليا وكتضر بيا وهي كتبغيني وكذا. صافي انا ديك الساعه تصدمت. عرفتي ملي كيطيح عليك الباطل قال لها هي اللي كتضر بيا واللي كتحوم بيا وهي ديما كتصيفط ليا الميساجات وكتلاقى معايا وكتبقى تصوني ليا.
بقيت انا ديك الساعه كندف حناكي وطحت حتى للارض وكنبكي وكنغوت وكنقول لها خالتي اقسم بالله هاد الهضره اللي كيقول هاد السيد راه شوف انت شوفي لابيل راه هو اللي عيط ليا راه ماشي انا الاولى اللي عيطت عليه. قال لها راه انا الاول اللي عيطت ليها ولكن هي ولي مولفه كتعيط ليا انا وياها مصاحبين وهي كتعطيني الفلوس باش نسكت. صافي برد ليا الدم في روقي جمت ما بقيت عارفه شنو ندير. هزيت ساكي وقلت لهم حسبي الله ونعم الوكيل وخرجت. مشيت شديت الطاكسي ومشيت للخدمه وهذاك مول الطاكسي مسكين كيقول لي مالك شنو عندك شنو خاصك مالك اختي ياك لاباس ياك نوصلك ياك ما كدا ياك ما كدا. كنقول اخويا غير المشاكل وصافي غير المشاكل اسيدي. صافي وصلت خلصت وما بغاش يتخلص هذاك مول الطاكسي. سبحان الله العظيم باقي كاين الخير في الدنيا وكاين ولاد الناس. قال لي والله ما شد من عندك حتى درهم. قلت لي هكا سيدي انا راه عندي مشاكل انا راني خدامه غير انا عندي مشاكل اجتماعيه والله سيدي حتى تشد. قال لي والله ما شد من عندك شي ريال هانتي وعطاني كارت فيزيت ديالو. قال لي هانتي اللي كان عندك شي مشكل ولا بغيتي شي حاجه عيطي عليا. زعما ما عمري ما سا الجوج ديال هذاك مول الطاكسي. هبطت حدا الخدمه دخلت في حالي بقى كيشوف فيا داك المدير. قال لي ياك مالكي ياك لاباس. قلت ليه لا والو غير الوالده ديالي عيانه وصافي. قال لي واش بغيتي تمشي. قلت ليه لا غير خليني ماشي مشكل. داز داكشي وصلت 7 العشيه فين كنسالي انا الخدمه حيت داكشي تقريبا وقع مع يلا تغديت مع ديك الوحده كنت كنتغدى من 12 لوحده. صافي مع دخلت من الغدا مشيت وصلت 7 مشيت للدار تلاقيت مع راجلي مع ديك تسعود هو كيجي حتى لتسعود هو نفس الخدمه ولكن هو كيبقى حتى الليل. صافي كيبان لي السيد التصرفات ديالو ماشي حتى اللي هي كنقول واش نتعشى وما كيجاوبنيش واش بغيتي تشرب شي حاجه ما كيجاوبنيش. دخل دوش جبانهم طلعوا من السما ما كيهضرش معايا كاع. شويه هو يقول لي نسولك واحد السؤال. قلت لي واخا. قال لي ملي عيطت لك وقلتي لي انت راكي في الخدمه فين كنتي. قلت له في الحقيقه انا ديك الساعه يلا زيد كحلت على راسي حيت زعما كنت بغيت الصداع يبقى حابس وجبتها في راسي. ديما داك اللي كيفكر في الناس وما كيفكرش في راسو كيجيبها في راسو. قلت لي في الحقيقه مشيت غير عند واحد الكوافوره شريت شوك ليا بزاف بالعرق وداك الشيء ونمشي عند واحد الصالون قريب الخدمه. قلت للشاف عطيني واحد 15 مينوت ولا 20 مينوت. مشيت غير عاودت ليا البروشينك من الفوق. هذيك الساعه كنت في الصالون وقلت لك راني في الصالون باش ما تقلقش عليا. قال لي متاكده. قلت له وهو يجبدها معايا بواحد الترفيقه. عمر راجلي ما ضربني ماشي غير راجلي ما عمر شي حد ما ضربني حتى امي وبا ملي كنت صغيره وساكنه معاهم ما عمري ما عرفت شنو هو الضرب ولا العصا. كانت هذه اول مره غناكل فيها العصا من غير ما كنا صغيورين وكنتابسوا كنا بيناتنا هكا الدراري الصغار فقط. اما زعما يضربني شي حد لا ما كانش عندنا هادشي نهائيا. صافي ديك الساعه انا هزيت شي وحده وحطيت شي وحده بديت كنغوت نغوت نغوت نغوت. وانتوما اصلا ما فيكمش الخير عائله ديال كدا يا الشماكريه بحالك بحال خوك هادي بحال هذيك امك اللي ما كانش كتبغيني وكتضل تعاير فيا. صافي خرجت شي حوايج عرفتي ملي كتعصبي كتبقاي تقولي القديم والجديد. حنا العيالات كتعصبي كتجبدي القديم وداك الشيء اللي وقع لك هذه 30 عام وشي نهار شاف فيك شي شوفه ماشي تسالهي شنو دارت مو شنو دارت خالته اللي داروا بنات خالته كلشي كتحطي عليه. حنا هكا دايرين العيالات ملي كنتعصبوا. بقى كيقول لي الكلبه ما كنتش كنعرفك بحال هكا ما لقيتي معاه من غير مع خويا الكبير. كنحلف ليه بلي ما بيني وبينه حتى شي حاجه وكيقول لي علاش مشيتي لعند امي ما يمكنش تكذب عليا. قلت لي راه قال لي اجي يعطيني الفلوس وديما كيقول لي يعطيني الفلوس. قال لي وعلاش ما تقوليهاش ليا. قلت ليه انا حيت السيد قال لي ما تقوليش لخويا حيت حشمان منك وخايف منك الا طلب مني الفلوس ما غاديش يرضى بيك علاه انا ما كنتش كنقول لك. قال لي لا هادشي ماشي منطقي وانا فهمتو السبب ما كانش منطقي. صافي دابسنا انا ويا السبان والمعايره. داكشي اللي خرجت انا وداكشي اللي خرج هو. جمعت لي فاليز ديالي وقلت لي دابا غادي تهبطني لدارنا ونسى باللي عرفتي شي نهار شي وحده سميتها فلانه. صافي هبط هو ما كانش من العاكزين وصلني زاد بيا حتى لدار. دارنا حنا كانت بعيده عليهم شي 40 كيلومتر. دارنا جايه في واحد الفيلاج حدا المدينه فين ساكن راجلي. مشيت لتما وصلت للدار وصلت لتما ماشي 3 الصباح كنطق والديا تخلعوا كلشي خرج خواتاتي كلشي خارج بحوايج النعاس. جلست تما لقيت راجلي بلوكاني من كلشي ما كيهضر معايا حتى في شي حاجه. صافي تعقدت وتعصبت عيطت للخدمه ما داروا معايا حتى شي حل. قالوا لي جيبي شهاده طبيه. مشيت صاوبت شهاده طبيه حتى دازت يومين
صافي مشيت لتما عند شي صحاباتي في المدينه اللي انا خدامه فيها، لانني ضروري خاصني نخدم. صافي مشيت تنبقى بقيت غادا جايه من الخدمه شي سيمانه وهو ما كيهضرش معايا نهائيا. حتى لواحد النهار لقيتو كيتسناني قدام الباب، قال لي بلاتي بغيت نهضر معاك. قلت له شوف، بغيتي تهضر معايا بيناتنا المحاكم، سير في دعوه ديال الطلاق وسير حطها، وملي توصلني انا الاستدعاء غادي نجي لعندك. الا ما عرفتيش العنوان ديالي صيفطها لي في واتساب ولا شي حاجه، ولا جيبها لي للخدمه ونجي عندك ونتفاهموا تما. قال لي لا نهضر معاك وهادي وخصنا نتناقشوا، هاد الشيء الناس كيتناقشوا عليه. قلت ليه الا ما مشيتيش غادي نغوت وغادي نجمع عليك عباد الله وغادي نمشي في حالي. صافي مشى في حاله ومشيت في حالي. كرهت راسي واحد الدرجه، كنقول هذا الراجل اللي غادي يتيق مو وتيق انني انا كنخونو مع خوه، وخوه لا خدمه لا ردمه لا زين لا عقل لا طاي لا فورما لا حتى شي حاجه. هل يعقل انني انا نخونو مع خوه وانا اصلا مزوجه به عنه؟ تيق مو تيق داكشي اللي قالت ليه. لا قلت لي ديالو جات عندي واحد السيده كنعرفها مزيان جارتهم، ولكن هذيك الجاره اللي بحال العائله بقات عليا بنتي هذا وراكي عارفه منصف كيبغيك وكذا وكذا وراه مولي دخلات وطاطاتي طاطاطا، وبقات كطلب فيا وقالت لي ضروري خاصكم تلاقاو عندي في الدار. قلت لها اللي بغاني يجي عندي القهوه، انا ما غاداش لعندو وهو اللي نفرني الله يعاون العاونات. صافي جا عندي القهوه، كان ديك السيده حاضره، بقينا كنهضروا شرحت لي وبقيت كنبكي حيت حسيت بالحقره. هو يقول لي شوفي انا راني كنت معصب وقالت لي امي وكتحرشي بخويا ومشيتي لعندو وبقى فيا الحال حيت ديما كتمشي وديما كتعطيه الفلوس وما قلتيهاش ليا، وديك النهار كذبتي عليا وانا راجل وضروري نشك انك كذبتي عليا، وعاود سولتك وعاودتي كذبتي، اذا داك الشيء غادي يزيد ياكد ليا بلي راكي مصاحبه مع خويا وطاطاتي طاطاطا وكيهضر. قلت لي انا مستحيل نرجع معاك ولا نعاود نثيق فيك ولا نعاود نشوف حياتي معاك، لانك شكيتي فيا وانت كتعرفني بنت الشرف والعراض، وشكيتي فيا انني انا مصاحبه مع خوك. قال لي لا انا ما عمري ما شكيت فيك وانا عارفك ما غاديش تخونيني وتا ثاني غير لحظه غضب. جاب الله كان ديك السيده كترطب الجو، وانا فعلا ديك الساعه كنت كنبغيه وكل شيء، ولكن جرحني بزاف وبقى فيا الحال. صافي قالت لي ديك المراه سيري زيد دابا فاليسك مع صحاباتك وسيري عند راجلك للدار. الا كنتيو في الدار بجوج ونعستيو نفس البيت هذيك الوساده كيحل المشاكل. حلوا المشكل بيناتكم، راه الطلاق راه ما مزيانش ليكم. قنعاتني مشاو معايا حتى للدار ديال صاحبتي، هزيت الفاليزه ديالي ومشيت عند الدار عند راجلي. شحال وحده غادي تقول عليا مدلوله وداك الشيء، ولكن هادشي اللي عطا الله. مشيت للدار بقيت مجمعه وانا باقا مقلقه. بقى كيرطب معايا وقال لي داكشي اللي عاود لي على مو، قال لي بلي مو قالت ليه ديما كتشوفني كنتحرش بيه، وملي كنكون بوحدي معاهم في الدار بيجامه مزيره وديما كنجلس حدا هشام، وهذا هشام كبر مني وديما مقرقب ما عمره ما صحى وخانز بريحه الكارو وما تشوف فيه حتى شي وحده في لله في سبيل الله، وخا تبقاي غنتي وياه في الكره الارضيه. قال لي يا امي اللي اكدت ليا وهي اللي قالت لي راكي كتحرشي به وانا ما نقدرش ما تيقش امي، حسي بيا وفهميني. صافي دازت ديك الليله بخير وعلى خير وتحل المشكل. قال لي غدا غادي نمشيو عند امي. قلت لي لا والو ما غنمشيش انا مازال عند امك، وبقيت كنبكي وكنغوض. قال لي شوفي غادي نمشيو عند امي نفكو معاها المشكل، راه كتبقى امي هذيك وغادي نقولوا ليها بلي حشوم على داكشي اللي دارت وكذا وتعتذر منك. قلت لي انا ما باغي الاعتذار لا والو اخويا، خليني غير بعيده وشاده تيقاري، بغيتي امك سير لعندها، سير الله يسهل عليك زورها وكلشي ودير الواجب، راه ديك امك. قال لي لا والو غادي نمشيو عندها، وبقى كي انسيستي عليا، انا ما كنتش باغا نمشي لعندها. هادشي في الغد لي ديالو شويه هو يدوز لي التليفون قال لي هاكي. قلت لي الو وانا نلقاها امك كانت تهضر معاه وهي تقول لي الو بنتي عافاك بنتي انا مزوقه فيك لما اجي، انا ما بقيتش عارفه شحال باقي ليا في العمر، وعافاك بنتي انا مزوقه فيك، وبقات كذا وبقات تبكي عليا اجي ضروري اليوم تغداو معايا مجموعين. حطيت حجر على قلبي، لبست جلابتي ومشيت لعندهم باش نتغداو. جلسنا كان دايره لينا الكسكس، بقينا كنهضروا داكشي. ما كانش هو ديك الساعه داك هشام،
نهائيا ما كانش في الدار. صافي قال ليها مي من الان فصاعدا ما عمري مازال غادي نجيبها عندكم، انا اللي غادي نجي لعندكم وهي تبقى تجي عندكم غير هكا في الاعياد. زعما صافي يبقى بيناتكم الثقه انت امي وهي مرتي. قال لي داكشي اللي درتي امي راه صعيب، كنتي شمي انا كنت غندير معاك شي حاجه اخرى. هادشي اللي قال لها قدامي. صافي هي بقات ساكته، انا ما دازت لي حتى شي حبه ديال الكسكسو، ما قديتش ناكل. مشينا في حالنا وهي بقات علينا الله يرضي عليكم الله يرضي عليكم داك النفاق. صافي مشيت في حالي للدار، ما دازت حتى 3 ايام وهي تدخل لي واحد النمره في الواتساب وما يطلعوا لي لي زوديو طان 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 شي 8 ديال لي زوديو بحال هذاك اوديو وهما ترونسفيري، بحال شديتي شي اوديو ديال شي واحد وصيفطتيه ليا اللي عندي في التليفون. وانا نلقى ولد خال راجلي هذيك النمره، ما فهمت حتى شي حاجه من بعد وانا نعرف هذيك النمره ديال ولد خال راجلي اللي هي عكوستي عمته. وهذوك لي زوديو اون فوا بديت كنسمعهم لقيتها كتعاود ليهم، هي بحال هي في جروب واتساب ديال عائلتهم، خوالاتها وداكشي، خواتاتها وداكشي وخوتها وكذا، وكتعاود عليا قالت ليهم راه هذيك مرتو راه كدور ليا بالولد الكبير، لقاتو مسكين هبيل ومقرقب وكتعطيه الفلوس باش مصاحب معاها، وديك النهار جات عنده للدار ودارت بيا السبه قالت لك انا راني سخفت ولقيتها معاه ونعسه معاه ولقيتها معاه في الفراش، وكتقول لهم على تقليدي حتى لقيتها معاه في الفراش في السداره ديال الصاله ناعسه معاه عريانه. واحد الباطل طاح عليا عاوتاني، واحد الباطل وانا ندير لهم طن 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 حتى كنت غنصيفطهم من راجلي وانا نقول حبس زكا وحبس. بقيت مكمداها في قلبي مكمداها مخليه اكثر من 15 يوم وانا عارفه وساكته، وهي كل مره تعيط على ولدها كي دايره ولدي لاباس عليكم بخير كي دايره مرتك سلم عليها ولدي، وانا كنسمع صوتها بحال كتكبي ليا الرصاص في ودنيا. حتى لواحد النهار وهي تجي، وحيت هي مره كانت كتجي عندنا بوحديتها، جات دخلت عندي تغدينا، خرج راجلي للقهوه شاف حالو حيت ديك الساعه كان ويكاد ما خرجنا ما والو. وانا نقول لها خالتي سمعت لي زوديو وانا نطلقهم ليها كاملين. بقات شاده فمها وكتشوف في الارض. قلت لها ياك خالتي شفتيني نعسه مع ولدك في الفراش، شفتيني نعسه انا مع داك ولدك هشام، ولادك بدلات غير الشماكريه ما بغاهم حد، الكلاب حسن منهم خانزين. الكرا ديالك انا ولدك 4 سنين وانا كنخلصو، بعض المرات كنخلصو انا بوحدي، الماكله اللي كتاكلي انا اللي كنخلصها وما فيكش الخير. شحال درت بيك، شحال ديتك الحمام، شحال فصلت لك ديال الجلالب وما فيكش الخير. داكشي اللي ما عمري ما درتو مع ما درتو معاك. بقات ساكته وقلت ليها والله حتى تجي وشديتها من داك الزيف ودورتها في داك الصالون، عطيتها واحد 2 بونيات قلت لها دابا سيري دابا طيط لداركم. قلت لها عطيني بتي ساعه سير اختي وداك ولدك اللي هو راجلي سير والله يعاونكم في 60,000 داهيه، سيري دعيني ديري اللي بغيتي. صافي دقدقتها مزيان، حليت الباب دفعتها ورحت لها داك الصويك اللي جابت وزديت عليها الباب. صافي دازت واحد نص ساعه حتى حسيت بها مشات عند ولدها ولا ما نعرف شنو طرا، وانا ندير طق 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 وانا صيفطوك لي زوديو لراجلي باش يوقع اللي بغى يوقع، يطلقني ولا يقول لي الله يعاونك ولا ضربتي ماما ولا يقول شنو ما بغى يقول. انا عندي ديك الساعه داكشي ديالي. صافي ديك الساعه انا قنعت راجلي، صافي انا ديك الساعه قنعت حتى راجلي طلع ليا في راسي ما نكذبش عليكم في هذيك اللحظه. صافي ما ديت حتى 4 ساعات هو يجي طا 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 تيدق عليا في الباب وانا نحليه. قال لي واش هادشي قديم، واش هادي مي هادشي غير مؤخرا. قلت له هادشي راه صيفطوا لي غير ولد خالك اصلا ما عندوش مع امك وكذا، وهي كتهضر عليا في لي زوديو في هذاك الجروب ديال عائلتكم ديال الواتساب. هو كتشوف اخويا. قلت لي شوف اخويا الا كنتي هادشي عندكم عادي انا ما عندي ما ندير بهاد العائله، الله يعاون العاونات. زيد اخويا يعطيني الطلاق ديالي ما حد ما عندنا لا ولاد لا وتاد الله يعاون. هو تحط في واحد الموقف محرج، لقى مو دارت ديك الكارثه حشم بزاف. انا طلع ليا في راسي انا من مورا هذاك الشيء بشي شهرين ما كنهضرش معاه، ما كنهضر معاه، ما كنعس حدا
الفراش ما حتى شي حاجه، كرهته. وحتى هو ولا غير حاضر راسو حشمان، بزز وبزز وبزز باش رجعت العلاقه ديالي انا وياه مزيان. وقررت اننا نقلبوا على خدمه في مدينه اخرى بعيده ونمشيو ليها. وفعلا داكشي اللي درنا. حنا حاليا دابا في الصحراء خدامين في العيون في واحد الخدمة ما عندها حتى شي علاقة بهذيك الخدمة اللي كنا خدامين فيها، ولكن بخير والحمد لله. ولقينا واحد الحاجة زوينة في الصحراء صراحة. الصحراء ولا يعمرها دار، والمغاربة كاملين. وبعات على داك الصداع وعطيت اتساع، مبقات حتى شي حاجة عندي سميتها عكوستي. صراحة كانت بحال شي سوسة. وهذه هي القصة ديالتي، وكنتمنى اي وحدة مقبلة على الزواج ولا تزوجات تخلي الحدود بزاف بينها وبين عكوستها. صافي احترميها وصافي. ما عمرك ما تقول بلي غادي تكون بحال امك، حيت مستحيل، حيت مستحيل تكون بحال امك، لان داكشي اللي درت بزاف واخا هكاك ما رحمتنيش. وعارفه ولده كذاب وشمكر ولف كيتفلى وكيسرق وكيضرب ودخل الحبس بزاف المرات، واخا هكاك وطيحات عليا الباطن. وشكرا لكم على الاستماع.